اهلا وسهلا ومرحبا. الموضوع اليوم هو هذه الضجه اللي دارت بين الفلسطينيين والاجانب بصفه عامه، كاين السود الافارقه الى اخره. حنا راه باينين بالنسبه لشمال افريقيا الامازيغ يتزوجوا الامازيغيه، غير هذا الشيء ملي كانت الثقافه الداخله، خاصه باستغلال الوضع العام. بحال هاد الناس دابا اللي تيولدوا تيصيفطوا ولادهم من العرب مثلا في الخليج يتزوجوش، مع علاقه بينه وبين مثلا هاد الدول. على الاقل الا كان شي حاجه مثلا ديال الزواج مبني على المصلحه اللي بالدرجه الاولى، اللي تنشوفوا حنا مثلا في شمال افريقيا هاد الناس دابا اللي خلاو ولادهم باش او بناتهم بالخصوص باش يتزوجوا اجانب. ففي العمق اغلبيه ديالهم كانت يعني مصالح، بمعنى انها اشياء تافهه لا علاقه لها بالهويه المغربيه. لذلك نقول بان الهويه تتلعب واحد الدور في وحده شمال افريقيا. لذلك ايضا نقول بان التاريخ المقدس عند الامازيغ، عندما نقول التاريخ المقدس فنبني ايضا على هذه المساله ديال الهويه من خلال الارض ثم الانسان واللغه. لذلك نقول بان الاجانب عندما يتكاثرون يعني في مجتمع ما بحال شمال افريقيا اليوم يشكلون اكيد خطرا. لذلك احتفظوا بهويتكم انطلاقا من تفضيل الأمازيغيات في شمال إفريقيا والأمازيغ بصفة عامة بشمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء. تنمير.